السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. معلش متأخرين عليكم النهاردة، بس يعني قلنا إن احنا نشوف المطوشة كلها بتاعت كأس العالم تخلص ونطلع بعديها. طبعا احنا عارفين إن كل يوم بيتلعب 4 مطوشة، فالمطوشة آخر الماتش ده بيطول شوية لحد الساعة 11 كده. فعذرا يعني لو اتأخرنا على حضراتكم. النهاردة طبعا مفاجأة تانية. ألمانيا بتخسر من اليابان 2-1. طبعا يعني ألمانيا مش هي ألمانيا اللي احنا متعودين عليها. الفريق يعني مش حاسس ان هو يعني الماكينات الألمانية زي ما هم بيقولوا، او يعني التجانس بتاع ألمانيا زي كل كأس عالم. مش هي دي منتخب ألمانيا، بس احنا مش هينفع ان احنا من اول ماتش كده نحكم على الفرق، لان برضو يعني منتخب الارجنتين خسر من السعودية، وكانت مفاجأة مدوية. ممكن اي فرقة من الفرق دي ترجع تاني وترجع تبان شراستها تاني يعني. لسه يعني كل ده اول تكهنات، واول ماتش ده ما بيبقاش هو الفيصل يعني. في فرق كتيرة خسرت اول ماتش زي فرنسا، وبعد كده فرنسا اخدت كاس العالم، اخر كاس عالم. فمش مش شرط يعني اول ماتش ده تقدر تحكم على الفرقه من اول ماتش يعني. خصوصا ان كل الفرق بتعمل حسابها على انها تختزن المجهود البدني بتاعها للمطوشه اللي بعد كده. الماتش التاني طبعا كان كرواتيا والمغرب، والتعادل السلبي. الناس كلها زعلانه علشان المغرب ما فازتش. لحت لها فرص كتيره، ولحت لها فرص سهله، بس للاسف ما استغلتهاش. بس برضو منتخب كرواتيا يا جماعه مش قليل. منتخب كرواتيا وصل النهائي كاس العالم، اخر كاس عالم اللي هو من 4 سنين، ولعب ضد فرنسا وخسر. بس يعني فريق مش هين برضو، ان انت تتعادل معاه مش وحش يعني. حاجة كويسة جدا ان انت تستاهل المباريات بتاعتك من غير خسارة، زي المنتخب التونسي كده امبارح برضو. فيعني كويس مش وحش. بعد كده المباراة الثالثة كانت كوستاريكا واسبانيا. طبعا اسبانيا كشرت عن انيابها ب7 اهداف يعني. السنة دي ما شاء الله في فرق جاية، يعني حصالة جاية تخش فيها أهداف كبيرة قوي. شفنا إيران 6 وكوستاريكا هي 7. ففرق يعني غريبة الشكل، وفرق يعني الواحد يعني بيتحسر على إن مصر مش في البطولة دي. ممكن كانت مصر عملت حاجة، بس يعني قدر الله ما شاء فعل يعني، ما لناش نصيب. طبعا شفنا عم كروش اللي قعد الاتحاد المصري لكرة القدم والمعلمين اللي عندنا قعدوا يمدحوا فيه، وكروش 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 اهو. اتلب 6 من مع ايران اهو. ويعني حاجة يعني كانت مخزية، وحاجة كانت يعني الواحد مش قادر يقول ايه يعني. بس هو متعود على كده يعني. الناس كلها طلعت وقالت ان هو قبل ما يجي كان قاعد خالي شغل واتلب 6 من مع كولومبيا، والاتحاد الكولومبي وجه له الشكر. فيعني الراجل يعني، ما انا ما اعرفش هم جابوه ازاي، او هم ايه سبب ان هم جابوه. يمكن يكون كان فاضي ولا حاجة، وعشان كده قال لك نجيبه يعني. الماتش الرابع كان لسه خالص من شوية، كان بلجيكا وكندا. طبعا بلجيكا برضو يعني عليها علامات استفهام كتيرة، واللعيبة كلها بتلعب لوحدها. جابوا جون. انا شفت صراحة، ما شفتش الماتش كامل، بس انا شفت اخر يعني ربع ساعة منه. كانت كندا ممكن تجيب جون في اي لحظة. دي بروين بيلعب لوحده، عايز هو يجيب جون لوحده. والفرقه كده تحس ان هي مش متجانسه. تقريبا الفراعنه اصابوها، لعنه الفراعنه اصابتها. يا ريتنا يعني كنا يعني الماتش ده كان رسمي، او كان في كاس العالم، كان الواحد بقى يعني نفسه اتفتحت كده، وبقى في مكان تاني زي اخواتنا السعوديين واخواتنا المغاربه يعني. فيعني معلش يعني حظ اوفر ان شاء الله. السنوات القادمة يعني ربنا كده يكرمنا باتحاد مصري محترم، وربنا يزيح عننا الغمة كده، ونلاقي حد محترم كده بيمسك اتحاد الكورة، بدل جلال علام اللي احنا ما احناش عارفين له كان لاعب ولا كان ايه بالظبط. ملوش اي تاريخ في الكورة. كون ان هو بس جاي علشان يخلي حازم امام هو اللي ليه كل الصلاحيات، وهو اللي بيقود اتحاد الكورة يعني.
الحاجة التانية برضو الناس كلها بتتكلم عن موضوع الوقت بدل الضايع، وان الفار هو اللي بيدي الوقت بدل الضايع وبيحسب الوقت بدل الضايع بالسنتي، وان مفيش ماتش يعني من المطوشة بتاعت كأس العالم خرجت من غير وقت ضايع اقل حاجة 5 دقايق. طب انا همشي مع حضراتكم في الموضوع ده. هل تفتكروا ان عندنا هنا مع الحكام الحلوين اللي عندنا، والحكام اللي هم يعني زمالك للأبد وسنظل أوفياء، هيحكموا هيخلوا وقت بدل الضيعة 5 و10 دقايق؟ الوقت 5 و10 دقايق ده على الكيف، يعني هتلاقي الزمالك خسران أو هتلاقيه متعادل، مش هيحطوا له 5، هيحطوا له تلت ساعة. هتلاقي الزمالك كسبان 1-0 بالعافية وخلاص، والماتش يعني كفاية كده عشان الفرقة التانية ممكن تتعادل في أي وقت، مش هيحسب ولا دقيقة. فأنا بقول لكم يعني إيه، ما تتعشموش خير، وما تحطوش أمل على موضوع الوقت بدل الضايع ده، عشان عندنا هيتطبق على الكيف. احنا عارفين يعني اتحاد الكرة ال3 سنين دول مع وزارة الرياضة مع الدولة كلها في ظهر الزمالك، وبتعمل للزمالك البدع. فيعني ايه يعني ما تتشوقوش قوي في موضوع ان الوقت بدل الضياع ده هيتحسب بحذافيره والحكام الفار. يعني ده حكام الفار بيزوروا خطوط يا جماعه، وبيعملوا خطوط على كيفهم، وبيرسموا خطوط بالقلم. هيعملوا وقت بدل ضايع؟ الله يهديكم يا جماعه. يعني بلاش الحاجات اللي تنرفز وتعصب دي، وحاجات يعني مش هتطبق عندنا، علشان خاطر يعني احنا عندنا بيب زمالك، ما عندناش غير حاجة تانية واحدة غير كده. طبعا امبارح كنا بنتابع المنتخب السعودي، وشفنا المنتخب السعودي عمل ايه، وطبعا ده اللي يعني اللي يدل عليه، يعني يدل على ان عندهم اتحاد محترم، عندهم كرة محترمة. محدش بيتدخل عندهم في القرارات، محدش بيتدخل عندهم. راجل رينارد ده مدرب ناري، وما ينفعش حد يتدخل معاه لان شخصيته قوية جدا. طبعا شفنا كلنا الفيديوهات اللي بتيجي بين الشوطين وهو بيعنف اللعيبة وبيكلم اللعيبة. الراجل يا جماعة شخصية نار وشخصية قوية جدا، ومفيش حاجة عنده اسمها تدخل، ومفيش حاجة عنده اسمها تهاون. ف يعني بيطلعوا بوستات كده على خفيف ان هو كان نفسه يجي مصر ويدرب المنتخب المصري. ما اعتقدش ان هو كان يعني هيعمل خطوة زي دي، خصوصا ان هو شايف ان يعني اتحاد الكورة وضعيف، وحازم امام هو اللي ماسك اتحاد الكورة، وهو اللي يلا يا جماعه عايزين الزمالك عايز يلعب في افريقيا، هاتوا شيلوا لعيبه الزمالك من المنتخب ودوها افريقيا. يلا يا جماعه الزمالك عايز يلعب كاس السوبر اللي اتفقع فيه 4، اللي خسر فيه من الهلال. وامبارح الراجل بيقول ملعب لوسيل ده يعني السعوديه ليها يعني ليه وش السعد عن السعوديين. فالمهم يعني الراجل مش هي ريناردي يعني مش هيقبل ان حد يقول له لا معلش هات لعيبه الزمالك تلعب كاس السوبر، هات لعيبه الزمالك تلعب في كاس افريقيا، هات لعيبه الزمالك تلعب. مش هينفع الكلام ده. الراجل ده يعني مش محدش بيملي عليه القرار بتاعه، ولا حد يقدر يقول له تلت في 3 كام. فيعني قبل ما احنا نقول تصريحات على لسانه، لا نعرف الاول الخيبه اللي عندنا، ونعرف ان احنا يعني عندنا يعني ناس ما شاء الله قاعده في بق المدرب، وتقول للمدرب ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. سيبك من تصريحات حازم امام وطلع وقال لا انا ما بقولش، لا انا ما بعملش. امال ايمن عبد العزيز مسك ازاي يا كابتن مع كابتن روي فيتوريا مدرب، ومين جابه ومين رشحه؟ ده ما بيفهمش اي حاجه. ما يعني ما اذكرش، انا ما افتكرش الايمن عبد العزيز يعني ذكرى معاكم او بصمه في نادي الزمالك، يعني علشان خاطر يجي مساعد مدرب. فيعني ما تقولوش كلام ومطلعوش على هبد على لسان حد. الراجل ده ما ينفعش يجي كده قولا واحدا، ما ينفعش يجي يدرب المنتخب واتحاد الكرة بالمنظر ده. الحاجة الأخيرة كمان، النهاردة شفنا طبعا المؤتمر الرائع بتاع النادي الأهلي مع شركة اتصالات الراعي الرسمي للنادي الأهلي.
وشفنا الجمال وشفنا التنظيم وشفنا المؤتمر، وشفنا شركة اتصالات طالعة بتقول ان يعني على لسانها وعلى لسان المدير التنفيذي بتاعها ان الاهلي ده قلعة من قلاع مصر وهرم من اهرامات مصر. لما انت حضرتك بتتشارك معاه وتتعاون معاه، انت بتكسب ارض وبتكسب جمهور وبتكسب شعبية. فالراجل يعني بيدي النادي حقه، وعارف هو عمل شراكة مع مين، وعارف ان هو اتشارك مع النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا ونادي ليه اسم عالميا. فيعني من نجاح لنجاح الاهلي ماشي بخطوات ثابته. عمل عقد الشراكه النهارده رسمي مع شركه اتصالات، وحضر كابتن محمود الخطيب والعمري فاروق والناس كلها بتاعت اعضاء المجلس، وجزء من اللعيبه حضر. طبعا يعني لنا الفخر ان احنا نشوف حاجه زي كده، ونشوف التنظيم ونشوف الجمال ونشوف الناس المحترمه اللي بتتكلم باحترام، لا بتقول شتيمه ولا بتقول كلام بذيء، ولا بتطلع تقعد لحد في 5 أو 6 الفجر تقول كلام ما ينفعش ان هو يخش البيوت. ناس محترمه، ناس بتشتغل، ناس بتشتغل على نفسها وعامله خطه لسنين جايه وسنين قادمه. الناس يعني الفكره في الاهلي يا جماعه ان اللي بيسيب الاداره بتيجي الاداره اللي بعده بتكمل. يعني الناس مش يعني ما ولا هي جحده، ولا الناس عارفه هي بتشتغل فين، والناس عارفه ان ده مبادئ. الاهلي من زمان حط المبادئ بتاعته وماشيين عليها من ايام مختار التتش، وهو المبدأ واحد. كل الأجيال بتسلم أجيال، ومجلس إدارة بيسلم مجلس إدارة. قد يختلفوا مجالس الإدارات، بس لما بيتكلموا في الميديا وبيتكلموا في الإعلان، عمر ما مجلس إدارة جرح في مجلس تاني، بالعكس بيكونوا له كل احترام وتقدير. وده حاجة يعني ما فيهاش اختلاف على مبادئ الأهلي وعلى الاحترام المتبادل للناس. ف يعني شفنا حاجة عظيمة، وشفنا الناس قد ايه محتفية بالنادي الاهلي وعارفة هي عملت شراكة مع مين. الحاجة الأخيرة، كان في امبارح كده برضو نقول لحضراتكم، كان في امبارح ماتش ودي بين الزمالك والأهلي مواليد 2007، وطبعا الأهلي كسب 2-1. وشفنا يعني حاجة من المواقف والطرائف بتاعتهم. الجون التاني، الجونين بتوع الأهلي جم من ضربات ثابتة. الجون التاني كرة ضعيفة جدا اتلعبت، اللعيب بتاع الأهلي لعبها، فالكرة تقريبا سخنة على ايد الجون بتاع نادي الزمالك. طبعا عارفين يعني نادي الزمالك مواقف وطرائف بتاعت الاجوان، ابو جبل وعواد والكور السخنة والخرام. المهم يعني الكرة ارتدت من ايده، فاللعيب اللي هو علي عمرو بتاع النادي الاهلي اخدها منه. يعني ما حاولش ان هو يلعبها على طول علشان ما تتحسبش عليه فاول او يبقى تحت عين الحكم ان هو خطف الكرة منه وبصها لزميله، وزميله جاب جون. طبعا بعد ما حصلت الموضوع ده، لقينا اداري نادي الزمالك نزل جري على الحكم وبيمسكه من ايده، ويعني عايز يضربه بقى، او عايز معرفش يعني يعمل ايه، او بيعترض على ايه معرفش. ده يا عم ده ماتش ودي، يعني ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده. استفاد من الاخطاء بتاعت الفرقه بتاعتك وصلح الخطأ. ملوش لازمه اللي انت نزلت ايه اللي انت نازل تعمله ده. يعني هي لو كانت على الفرقه، على الاهلي ولا فرقه الاهلي، كنت شفت الكلام ده. ما عندناش الكلام ده وما بيحصلش الكلام ده. اخرنا يعني لما يضربنا الدم نعترض من على الخط. المهم يعني بعد ما الراجل عمل الحركه دي، الحكم استناه لما طلع بره خالص، وراح موجه له الكارت الاحمر وطرده. فيعني بتشوف حاجات غريبة. وطبعا يعني يعني ده إذا كان ناتج فناتج عن طبعا أسطورة الأدب العربي الكابتن المستشار مرتضى منصور، اللي يعني ما شاء الله علم الأجيال كلها، وعلم الإداريين كلهم، وعلم كل المنظومة بتاعت نادي الزمالك البلطجة. أدينا بنشوف البلطجة على عينها هي، والراجل نازل أرض الملعب عايز يضرب الحكم. فيعني عادي بقى، هتشوف من الكلام ده كتير، وهتشوف ده اسلوب وده منهج اللي هم اتعودوا عليه، الهمجيه وقله الادب. يعني اذا كان رب البيت زي ما بيقولوا بتضف طارقهم، فانت هتعمل ايه يعني مع الناس العاديه؟ انت شايف ان رئيسك بيتعامل كده وما بيتعاملش معاه حاجه، وما بيتعاقبش وما بيجروش حاجه،
فخلاص انا كمان هعمل اللي انا عايزه ومش هتعاقب. بس طبعا دي حاجه ودي حاجه. انت نزلت الملعب وعملت كده قدام، مفيش يعني مش كل الحكام هتعدي لك. في حكام محترمه هتطردك، في طبعا حكام كومنتم والملاكي بتاعكم انتم هيعدي. فيعني احنا بنشوف عجب العجاب، وبنشوف حاجات غريبة، وبنشوف اسلوب جديد. نادي الزمالك والاداريين واللعيبه وكل المنظومه عايزين يفرضوه على الساحه الرياضيه، وعايزين ياخدوا كل حاجه بالبلطجه. عايز يعترض، ينزل يهجم على الحكم، والاداري ينزل يهجم مش مشكله يعني. هو متلقن ان هو يعمل حركه زي كده. الاداري مش مشكله، عادي لما يطرد، ما ايه يعني إيه واحد كان. انما المهم يعمل ايه؟ لغط، ويعمل ارهاب للحكم، ويعمل بلطجه للحكم. طبعا هم متفقين على كده، زي كده كانك داخل عركه. انا هخش بالبلطجي الاول، بعد كده البلطجي يهت العركه، وبعد كده الناس تخش من حواليه. فطبعا ده يعني اسلوب يعني حقير، واسلوب وضيع في التعامل. ما نقبلش ان يعني يتعمل، او ما نقبلش ان احنا نشوفه في الملاعب. يا ريت يعني مش عارفين نقول ايه. ما احنا مش للاسف الشديد مفيش حد بيسمع، ومفيش حد بيتكلم، مفيش عقوبات، مفيش اي حاجه. الراجل قاعد رئيس النادي بتاعهم للصبح بيشتم وبيعمل، وفي القناه محدش لا رقيب ولا رادع ولا اي حاجه. فاحنا للاسف مش قادرين نقول اعملوا او خلوا او سووا، لان مفيش. الراجل ما بيتحاسبش. الراجل لحد دلوقتي المفروض ان هو اتقال ان هو هيتمسك، واتقال ان هو هيتحاسب، واتقال ان هو هيتقبض عليه. ولا الهوا لحد دلوقتي قاعد وشغال، والدنيا حلوه، وهزاز الرؤوس معاه. لا لا. طبعا برضو بالمناسبة بيثار برضو موضوع ان الاهلي عايز يشطب عضوية مجدي عبد الغني ومصطفى يونس. وكلام طالع على لسان كابتن محمود الخطيب، قال ان هم ما غلطوش في الاهلي. لو غلطوا في يعني غلطوا في شخصه هو، فهو كده كده الراجل محترم وراجل مسامح. المهم ما يغلطوش في شخص النادي الاهلي. وبرضو تقريبا يعني احنا مش عارفين الكلام ده فعلا طلع على لسانه، بس انا اتوقع ان هو ممكن يكون طلع على لسان كابتن الخطيب، لان يعني هو راجل محترم. وفعلا ممكن يكون الكلام ده طلع منه، لان هو فعلا مش هيعمل حركة زي كده، ومش هيشطب حد من ابناء النادي الاهلي الا اذا كان اخطأ خطأ جسيم في النادي الاهلي، مش في شخصه. الراجل يعني برضو راجل محترم، والراجل برضه يعني عارف هو ماسك ايه. يعني ممكن يجي على نفسه، والراجل لحد دلوقتي متحامل على نفسه. ما احنا برضه نتكلم ونقول الحق. الراجل لحد دلوقتي، لحد النهارده، الضغط والقواضي والحاجات اللي رافعها وي 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 وي، وحد دلوقتي ما خدش ولا حق ولا باطل. الراجل متحامل على نفسه. يعني مفيش حد في العالم، مفيش حد في الكون يسمح بكل هذه التجاوزات، ويتحمل كل هذه التجاوزات. غلط في الاهل، وغلط في العرض، وغلط في الزوجه، وغلط في الاولاد، وي 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 وكل الكلام ده، الا اذا كان يعني هو راجل محترم، وراجل عارف هو ماسك ايه، وراجل بيتحمل على النادي بتاعه ايه. فالراجل يعني ليه كل احترام وتقدير، والراجل يعني يتحمل فوق طاقته. وغير كده ان هو يعني للاسف الشديد برضه مريض، والراجل بيتقلس على المرض بتاعه، وبيتقال كلام غريب، وبيتقال ان هو سافر مش عارف راح فين وراح فين ولف وبتاعه، وخايف ومش خايف. يعني انت راجل بتهبد، وراجل كبير وخرفت يعني، وبتهبد وبتقول كلام تخاريف قبل ما تتأكد. فمعرفش، مش عارف الناس بقت غريبة، والناس بقت تصدق الكائن ده، وكل حاجة يقولها الناس تصدقها، ما تفهمش. العيب مش عليه يعني. الصراحة العيب مش عليه. يعني انت لو انت بتقعد تسأل كده وتشوف الزملكاوية، ويقول لك ده راجل جاب بطولات، مش عارف ايه. فيعني انا الصراحة يعني انا مستغرب من الناس الزملكاوية دي. يعني في ناس كتيرة منهم ناس محترمة، وناس يعني
ما تتخيرش عننا، وناس ما لهاش في اي حاجه. ما اعرفش ازاي يقبلوا ان واحد زي ده يبقى القدوه بتاعتهم، او ان هم يقولوا ده هو اللي عمل لنا، ده هو اللي سوانا، ده هو اللي خلينا. خلاص ادام انتوا يعني وافقتوا ان هو يبقى ممثلكم وكده، فما فيهاش مشكله بقى ان احنا يعني نقول بقى ان انتوا شبهه، او ان انتوا، ما اللي يقبل ان واحد يبقى كده الرئيس بتاعه ويبقى بالطريقه دي، يبقى انت اكيد في حاجه غلط. يعني اكيد انت عندك حاجه غلط، اكيد انت بتعمل كده في بيتك، اكيد انت مش لسانك كده في بيتك. ما هو اللي يقبل حاجه على كده، او يقبل على نفسه كده، يبقى اكيد في حاجه غلط. بس فده كان يعني ملخص النهارده، وطولنا شويه مع حضراتكم في الموضوع ده، بس يعني الموضوع ده كان الواحد مستفز منه شويه. يعني كل ما السيره دي تيجي انا بحاول على قدر الامكان ان انا ما اتكلمش في الموضوع ده، لان الموضوع ده انا شايف له ان هو ملوش حل، وهنفضل كده لحد لما يتحل من عند ربنا، والكائن ده يتشال، او يشوفوا له اي يعني حل ليه. طبعا احنا يعني كل الميديا وكل السوشيال ميديا كل يوم بتطلع تتكلم في نفس الفكرة، وهو عمل وهو خلى وهو سوى. انا شايف حل تاني، شايف ان انا يعني ما اتجاهل وما ما اتكلمش مع، يعني في شخصية زي كده، حاجة كده زي حاجة اتعرضت في التلفزيون مخلة، والواحد المفروض ما يتكلمش عنها عشان ما ينشرهاش. ده اللي انا شايفه، اللي انا ما اتكلمش عن حاجة زي كده علشان ما نشرش البلاوي بتاعته، ما اقولش للاجيال اللي احنا، يعني الاجيال اللي احنا فيها دي، والاجيال القادمه والمواليد الصغيره وي 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 يعني طالعين على حاجه ما يعلم بها الا ربنا، وطالعين على انفتاح، وطالعين على كل الكلام اللي هو مش كويس، وبقت الحاجه كده يعني عيانا بيانا كده في التلفزيون بتطلع. فمش ناقصه كمان ان احنا نقول لهم فلان بيعمل، او فلان بيقول، او فلان بيشتم، او فلان بيقعد لحد الساعه 7 8 الصبح بيشتم. مش طالبه كمان ان احنا نوجههم نقول لهم اتفرجوا. فهم يعني كفايه فيهم اللي مكفيهم. فاحنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا ما نذكرش الحاجه دي، علشان ما يبقاش الدنيا ترند، او ما يبقاش الشخص ده ترند يعني، ونديله اهميه اكتر من حجمه. يعني هو يعني حاجه كده قد كده صغيره لا تذكر، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه، وما ينفعش ان احنا نقول فيه حاجه يعني. بس دي كانت يعني ملخص النهارده. وفي ناس معايا هم على من اصدقائي يعني بيبعتوا لي بيقولوا لي اخرتها ايه، والناس قابله الشتيمه دي والكلام ده وكده. فللاسف الشديد لنا الله ملناش حل غير ان هي تيجي بقى من عند ربنا، ونشوف فيه يعني ربنا كده ياخذه اخذ عزيز مقتدر. اكيد ربنا اقدر، يعني اكبر واقوى من اي حد، ومن اي سلطة في البلد ان هي تعمل مع الراجل ده حاجة يعني. بس اتمنى ان انا اكون غطيت النهاردة كاس العالم ومباريات والاخبار اللي كانت متداولة النهاردة على الصحف، والاخبار بتاعة النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله هنلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله من برنامجنا جمهور الاهلي. حضراتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.